السلام عليكم. هاد الوصفه للناس اللي كيعشقوا الشوكولا. انا اليوم جيت وجبت لكم الكيك العجيب اللي كيجي بحال البراونيز اللي ذاقو كيحير فيه. جيت اقتصادي، ما فيه لا بيض ولا حليب ولا شوكولا، وحتى الصلصه المرافقه كتجي حتى هي هائله واقتصاديه، وحتى هي بلا شوكولا. غير جربوه وحكموا عليه، اللذه ديالو رهيبه. والله يحفظكم ويسر اموركم. غير ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم من اجل الاستمرار. ولا كنتم من المشتركين الجدد كنتمنى تنضموا لقناتي وتفعلوا الجرس باش هكا تبقاو توصلوا بكل جديد، وهذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. يلا ما نزيدش نطول عليكم اكثر وندوزو مباشره نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. نتوكلوا على الله ونبداو الوصفه ديالنا كيف العاده، ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنجيب واحد الاناء وغادي نوضع النواشف هما الاولين. عندي جوج الكيسان ديال العنبه من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، كل كاس كيف ما شفتوا معايا عمرته واحد شويه، يعني كل واحد درت فيه 120 غرام، يعني في المجموع 240 غرام ديال الدقيق الابيض. كنضيف عليه نص كاس ديال سكر سنيده ما يعادل 75 غرام. دائما القياسات بالكاس ديال العنبه، وهذا الشيء كله غتلقاوه في صندوق الوصف ان شاء الله. كيس ديال سكر الفانيلا، قبيصه ديال الملحه ضروري باش كنعادلوا المذاق. عندي جوج اكياس ديال الكاكاو، كل كيس كيوزن 7 غرام، يعني في المجموع 14 غرام. وبالنسبه للناس اللي عندهم الكاكاو ديال العبار غادي ديروا جوج معالق كبار، ودائما الكاكاو اختاروا نوعيه اللي كتكون جيده. كنجيب جوج اكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. هاد النواشف كاملين ضروري ما تغربلوهم مزيان باش هكا كنتفاداو دوك الحبيبات، وحتى الكيك ديالنا كيجي رائع جدا وكيجي مهوي. صافي كنخلط هاد المكونات، هاد النواشف مع بعضياتهم غير بالضرب اليدوي. من بعد غادي نجيب واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه ما يعادل 75 مليلتر، كنضيفها على الخليط مباشره. وكنجيب 225 مليلتر ديال الماء اللي كيكون سخون، السخونيه بحال اللي كنشربوا اتاي ولا القهوه، ما يكونش غليان بزاف. كما كتشوفوا معايا بالعبار ديال كاس العنبه، كاس ونص بالعبار ديال كاس العنبه. وكنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. راه المكونات اللي عطيتكم راها مضبوطه 100%. كيجي القوام ديالها هو هذاك، شوفوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش خصو يجي. صافي كنوضعوا على جنب، كنجيبوا الطاوه ديالنا اولا المول فاش غادي نطيبوا هذا الكيك اللي توفر عندكم. المهم هي تاخذوا 25 على 25 سنتيم. كما شفتوا معايا انا خديت تقريبا واحد 22 على 26 سنتيم، هو اللي متوفر عندي. خديته دهنته بواحد شويه ديال الزيت نباتيه، تقدروا دهنوه بالزبده اللي بغيتو. المهم انا فضلت انني ندهنو غير بالزيت، وغادي نفرغ فيه داك الكيك. في هذا الاثناء كيكون الفران ديالنا سخون، ضروري ما تسخنوا الفران ديالكم مزيان. وغادي تدخلوا الكيك ديالكم يطيب غير من الاسفل على عافيه بطبيعه الحال اللي هي مهيله. المده ديال الطهي ديالو كياخذ لينا تقريبا واحد 25 دقيقه. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما فرغت داك الخليط، راني ضربت الطاوه ديالي مع سطح العمل باش هكا كيخرجوا دوك الفقاعات، وكندخلو يطيب. صافي ملي كنخرجو كيف كتشوفوا معايا راه دغيا دغيا كما قلت لكم كياخذ لينا 25 دقيقه. كنطيبو غير من الاسفل، انا بالنسبه للفرن غازي طيبته غير من الاسفل. صافي غادي نوضعوه على جنب وندوز نحضر معكم صلصه الشوكولا اللي كتجي رائعه جدا، تقدروا تعتمدوها دائما. هنا واخا قلت لكم الوصفه ما فيهاش الحليب، يعني قصدت ان الكيك ديالنا اللي ما فيهش الحليب. هنا غادي نحتاج واحد نص كاس ديال الحليب سائل، غادي نضيف معاه جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ودائما السكر كيبقى على حساب الذوق. كنضيفوا كيس ديال الكاكاو من فئه 7 غرام اولا معلقه كبيره. وهنا عندي معلقه مع مراش ديال الدقيق الابيض. هنا ما تخلعوش، لان هاد الصلصه هذه كتجي كريميه وكتجي رائعه. حسن ما نضيفوا معلقه ديال النشا. غير جربوها بهذه الطريقه وتقدروا تعتمدوها في كاع الوصفات ديالكم. صافي كنخلط هاد المكونات وكنمشيو بطبيعه الحال فوق البوطه على العافيه اللي كتكون متوسطه، مع التحريك المستمر باش ما تحرقش لينا. هنا كيف كتلاحظوا معايا راه ما كتعقدش لينا بزاف، غير كتبان لينا بدات كتقال كنحيدها من فوق البوطه وكنمشي نكمل ليها باقي الخطوات. هاد صلصه الشوكولا راها كتجي رائعه، وكما قلت لكم راها جد جد اقتصاديه. صافي في هذه المرحله غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال الزبده، وكنخلط مزيان مزيان. هذيك الزبده الدور ديالها كتعطينا واحد اللمعان. وكنضيف واحد القبيصه ديال الملح باش كتزيد تعادل لينا المذاق، وواحد الياغورت بنكهه ديال الشوكولا اللي كيعزز لينا المذاق ديال الشوكولا. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده الياغورت ديال الشوكولا تقدروا تضيفوا قطع ديال الشوكولا. بما ان الوصفه ما درناش فيها الشوكولا فضلت انني نخليها بدون شوكولا. صافي مباشره كنجيب طاوه ديال الكيك ديالي. هنا بغيتو تقبوها انا خليتها غير بحال هكاك، وكراها كتشرب
لينا ديك الصلصه وكتجي لذيذه بزاف. غير جربوا هاد الصلصه، حتى الا ما جربتوهاش مع هاد الكيك جربوها مع اي كيك تقدروا تزينوا بها، كتجي من اروع ما يكون، لذيذه بزاف. كما لاحظتوا راها جد اقتصاديه. كنوزعها على الوجه ديال الكيك ديالي. وهنا بالنسبه للتزيين اللي كيبقى اختياري كما قلت لكم، بغيت الوصفه تبقى اقتصاديه، جبت غير ياغورت بنكهه الكراميل اللي كيتواتى بزاف مع الشوكولا، درتو في واحد البوش وغادي ندير به تزيين بسيط. هنا بالنسبه للتزيين زينوا بداك الشيء اللي متوفر عندكم واللي كان عندكم، تقدروا تحكوا غير شويه ديال الشوكولا، ديروا الكوك، ديروا كاوكاو، اللوز، المهم داك الشيء اللي متوفر عندكم. والتزيين دائما بطبيعه الحال راه كيبقى اختياري وحسب المتوفر، ما كنكلفوش على راسنا. انا درت تزيين بسيط، درت بهذا الشكل هذا، غير قبلوا عليا وصافي. انا كنشارك معكم التزيين باش هكا حتى نتوما تاخذوا كفكره. وصدقوني راها كتجي بنينه بزاف. حتى انا راني كنت متردده صراحه قبل ما نديرها، ولكن نهار جربتها وليت مدمنه عليها. كتجي من اروع ما يكون. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كتجي فازكه من الداخل، كتجي بنينه بحال المذاق ديال البراونيز. ديك النكهه ديال الشوكولا فيها كثيره، بحال خدمناها بشوكولا غيش، ولكن حنا كيف راه شفتوا معايا راه خدمناها غير بالكاكاو. كتجي من اروع ما يكون. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. ما تنسونيش دائما بتعليقاتكم الرائعه اللي كتفرحوني بها دائما، واشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ودائما ما تنسونيش من داك اللايك الزوين ديالكم اللي كيزيد يشجعني نعطيكم مزيد من الوصفات. يلا خليتكم على خير، الى فيديو جديد ان شاء الله، في حفظ الله ورعايته. وشكرا على التتبع ديالكم يا احلى واروع متتبعين.